مقاومة، ممانعة، وصدام متواصل مع المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة. سيمفونية يحلو للسلطات السورية العزف على أوتارها لإطراب السوريين وإلهائهم. لكن ماذا لو كان العازف لا يلقي بالا لما يعزف ويغني في سره هو على ليلاه؟ وماذا لو اطلع السوريون على شيء من لهاث السلطات السورية المتواصل لإرضاء الولايات المتحدة؟ فهل ستتحول السيمفونية إلى نشوز يستوجب طرد العازف؟ طوال السنين الماضية صور النظام السوري نفسه على أنه ممانع وداعم لقضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها استعادة الأراضي المغتصبة. ومن فك يبرهن على ذلك بخطابات نارية تعلن جهارا نهارا الوقوف بوجه المشروع الأمريكي في المنطقة. ولا يوصف، يحسم ولا يسوف. لكن كتابا ومحللين يتحدثون عن أن ما نسمعه هو الجزء الظاهر فقط من الجبل الجليدي، وما خفي أعظم وأدهى. تقارير تتحدث عن مساع سورية لتجميل صورة الرئيس السوري في أروقة صنع القرار الأمريكي مقابل أي ثمن، حتى وإن كان الوسيط مراكز أبحاث ومنظمات معروفة بولائها لإسرائيل. في هذا السياق تشير كبريات الصحف العالمية إلى نشاط طفى زبده على السطح مع انتداب توم داين كعراب لوصل حبل الود بين دمشق وواشنطن. حينئذ تولى العراب الموالي لإسرائيل والراعي لمصالحها مهمة تهيئة الأجواء لاستقبال وفود تضم كبار مستشاري الأسد من أمثال سامر سيفان وسام بيض وسمير التقي في مراكز أبحاث ذات نفوذ للاجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية بشكل سري وبعيدا عن عدسات الإعلام. ولكن من هو توم داين الحريص على تسويق نظام الأسد للأمريكيين؟ هو الرئيس السابق لمنظمة الأيباك الصهيونية، أقوى لوبي صهيوني في أمريكا، والذي ترأسه 13 عاما. أما الآن فهو يعمل مستشارا في منظمة Israel Policy Forum أو منتدى السياسة الإسرائيلية ومقرها نيويورك. زخم النشاط الترويجي بدأ بالتصاعد مع زيارة مالكوم هونلاين نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، والتي تضم 52 منظمة معروفة الولاء لإسرائيل، ومنها أصدقاء الليكود الأمريكيين وأيباك وأبناء صهيون ومنظمة أمريكا الصهيونية. وبترتيب من السفير السوري في واشنطن ورجل أعمال يهودي أمريكي من أصل سوري، قام السيد هونلاين بزيارة إلى دمشق في كانون الأول المنصرم التقى فيها الرئيس الأسد في القصر الرئاسي. لقاء الطرفين أفضى إلى وضع خارطة طريق بين النظام السوري واللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة، من شأنها تلميع صورة الأسد ضمن دوائر صنع القرار في واشنطن وحمايته من المحكمة الدولية مقابل ترميم 10 معابد يهودية في سوريا وتأجيل ملف استعادة الجولان إلى مرحلة لاحقة، والحصول على دعم مالي لتلك المنظمات الصهيونية تقدر بملايين الدولارات. أكاديميون أمريكيون مقربون من نظام الأسد لم يبدوا استغرابهم لهذا الانفتاح على اللوبي الداعم والراعي للمصالح الإسرائيلية في أمريكا. مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما جوشوا لاندس يقول إن الأسد يضع إعادة بناء المعابد اليهودية في سياق الحفاظ على العلمانية في سوريا. هذا جهد من جانب النظام لإظهار جديته وغصن زيتون للجالية اليهودية في أمريكا والتي يحاول التودد إليها. اللافت أنه ومع بدء انهيار الأنظمة الشمولية في العالم العربي تسعى اللوبيات الصهيونية لإظهار النظام السوري على أنه القلعة الحصينة الأخيرة التي يمكن الاعتماد عليها كوكيل عربي في الشرق الأوسط. بالرغم من التحفظات الأمريكية على هذا الافتراض، والتي أدت حسب الصحف الأمريكية إلى إلغاء زيارة إلى دمشق كانت مقررة لرئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيد جون كيري، لم تحسم واشنطن خياراتها بعد، ولكن بفضل النشاط الدؤوب لسعادة السفير عماد مصطفى
والمساعي الحميدة لشخصيات يهودية أمريكية ذات نفوذ مثل السيدان داين وهونلاين، من الواضح أن الإسرائيليين على الأقل باتوا مقتنعين بضرورة بقاء الأسد على كرسي الحكم. لم لا؟ ودبابات الجيش السوري على سفوح الجولان قد اعتراها الصدأ، وبنادق كتائب الأسد الأمنية موجهة صوب صدور الشباب السوري فقط.